السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا النهاردة ان شاء الله رجعت لكم تاني. هعمل معاكم سمان. معلش انا اسفة على الغيبة الطويلة دي لان انا كان عندي ظروف. فانا رجعت لكم تاني والحمد لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنبتدي نعمل سمان. السمان ده يعني بسم الله ما شاء الله حاجة خفيفة وحاجة احلى كمان من الحمام وطعمه في منتهى الجمال. يلا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت 2 معايا من السمان، وعندي فرمت بصل، وعندي كوبايتين من الرز البلدي بتاعنا العادي، وعندي كبد. انا جبت كبد، ما جبتش كبد وقوانص، كبد بس عشان هنحشي بيها. وعندي البهارات بتاعتنا: الملح والفلفل الاسمر والسبع بهارات والكزبره والبصل باودر والثوم باودر، الحاجات دي كلها. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. اول حاجه ابتدينا بيها جبنا الحله القمرايه، حطينا معلقه سمنه وحبه زيت. ماشي. وبعد كده هنعمل ايه يا جماعه؟ هننزله بالبصل بتاعنا اللي احنا فرمناه. خلاص كده. دي اول تركيبه. هنصفروه، مش هنحمره البصل، لا احنا هنصفره البصل. وبعد كده هنروح نازلين بالكبد بتاعتنا زي القمران. زي ما انتم شايفين بسيب البصلايه بس تدبل، وهنزل عليها دلوقتي بالكبده. زي ما انتم شايفين انا اهم حاجه ان ريحه البصل طلعت. الله عليه، بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن. يا رب يحسن ما بين ايدينا يا رب. خلاص زي ما انتم شايفين، يعني زي ما انتم شايفين البصلايه يعني لسه بتدبل. هي هتدبل من هنا وهنروح منزلين عليها بالكبده بتاعتنا اهي اللي هي القمرانه. زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله. هنعمل بعد كده هننزل بالرز والتوابل بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين. والتوابل اهي بالمره كمان اهي نعملوها كده زي ما انتم شايفين. ايه رايكم بقى؟ ايه الجمال ده يا جماعه؟ ايه الجمال! اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد كده هنزوده كوبايه ميه وهنخليه نص سوا بس، علشان خاطر هنحشي بيه السمان. خلاص كده، خليكم معايا. زي ما انتم شايفين هنزوده بقى الميه بتاعته اهي زي ما انتم شايفين كده. يا دوبك بس هنخلي الميه على وشها مش اكتر يعني. وبعد منها هنروح مغطيين الحله بتاعتنا لحد الرز ما يتشرب الميه والحله بتاعتنا. خلاص كده. وبعد منها هنقوم هنقوم ماسكين حاشين السمان، ونشوف الخطوه اللي بعد منها. زي ما انتم شايفين اهو، هنروح مغطيين الحله بتاعتنا، وبعد منها هنسيبه لحد ما يتشرب. ده بقى السمان بتاعنا، القمرايه بتاعنا، البطل بتاع حكايتنا النهارده. صحيح نسيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي. اسكندريه امبارح كان كلها فرح، كل حته في شوارع اسكندريه كانوا بيوزعوا شربات. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يديم الفرحه. فرحه حلوه قوي على فكره. ربنا يديم الفرحه يا رب للامم الاسلاميه كلها. كل سنه وانتم طيبين. يلا نستنوا بقى حبه على بال ما الرز بتاعنا يتشرب، وبعد كده نحشي السمان بتاعنا. زي ما انتم شايفين ادي الرز بتاعنا اهو طلع. هسيبه بس يبرد حبه يهدى، وبعد كده هنروح حاشين بيه السمان بتاعنا. ماشي. يلا خليكم معايا. وادي الحمام مش السمان. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين ادي اهو حشيته. بعد ما حشيته عملته بخله السنان. وهروح بقى التكه بتاعتنا الحلوه ان انا هاخد كل واحده احطها في كيسه، وهروح جايبين الحله بتاعتنا وحاطين فيها ميه بتغلي، واحط فيها حبه بهارات وحبه طماطمايه وجزرايه واسيبها تغلي. اول ما تغلي اسقط فيها السمان بتاعنا. هي دي الشوربه بتاعتنا. خليكم معايا وتشوفوا انا هعمل ايه. زي ما انتم شايفين ادي الحله الشوربه بتاعتنا. حطينا فيها ميه وجزر وطماطم وبصل وحبه التوابل اللي احنا كنا حاطينهم في الاول، ونسيبوها تغلي. وبعد كده هنسقط السمان بتاعنا. ورجعت لكم تاني. ادي السمان بتاعنا بعد ما استوى. بعد ما استوى اهو هنروح محمرينه ونشوف بقى السفره بتاعتنا هتبقى جاهزه وهتبقى شكلها يلا. ايه بقى رأيكم في الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. ادي السمان والشوربه والرز بتاعنا اللي بالخلطه، حاجه تحفه وجميله جدا جدا جدا. السمان طبعا انتوا عارفين زي الحمام بالظبط. فاحنا ان شاء الله انا قلت اقول لكم الاول ايه رأيكم في الاكله دي، وبعد كده يلا بينا نبتدوا ونروح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان نعملوه مع بعض وتشوفوا هتعمل ازاي النهارده ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمله سمان زي الحمام بالظبط.
حاجة سهلة وبسيطة جدا، ومش هتكلفكم والله الا زي 75 جنيه او 100 جنيه. واكل النفرين حلوة جدا جدا جدا. يلا بينا نبتدوا نعملوا السمان بتاعنا. واللي يا جماعة شافني لحد هنا يعمل لي لايك وشير ويكبر القناة بتاعتي وبالتعليقات بتاعتكم.